ازيكم يا أصحابي؟ حصل لي كتير إني بكون مش عايزة وقلقانة أروح مكان جديد، وبحتاج بوسة وتشجيع زي الراكون تشستر اللي في القصة اللي هحكيها لكم دلوقتي. اسمها بوسة الإيد. شستر الراكون كان بجد حزين، بص لمامته وعيط كتير. مش عايزة أروح المدرسة يا ماما، نفسي أفضل جنبك هنا، هقرا كتبي والعب مع أصحابي وهرتب مكاني والعب بألعابي. من فضلك خليني معاكي في البيت هنا جوه، هبقى شاطر وهادي ومش هعمل دوشة. ماما راكون مسكت ايديه وزغزغته، وكمان في ودانه وشوشته، وقالت له: انت هتحب قوي يا شستر مدرسة البومة سعاد، وأوعدك مفيش أي شيء هيخوفك. وخليني أقولك كمان على سر جميل علشان تقضي ليالي في المدرسة هادية ودافية زي نهارنا في البيت لما بننام ونقرا حكايات ونلعب. أصل الراكون يا أصحابي زي البومة كده، بينام الصبح ويصحى بالليل. ماما راكون بقى فتحت ايد شستر وبستها في النص وقفلتها كويس قوي قوي بحرص. البوسة فضلت تطلع 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 لحد ما وصلت لدراعه، وتطلع تطلع تطلع حس بيها فوق في كتفه، ومشيت بسرعة 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 لما وصلت لقلبه. بصت له ماما وقالت: والبوسة معاك، هفضل دايما وياك. لما وحشك اضغط بايديك بالراحة على خدك، هتحس بالحب من البوسة في قلبك، وهتسمع صوتي وانا بقولك بحبك. انا كمان عايزة بوسة في ايدي قبل ما اروح المدرسة. مين كمان؟ اللي كتبت القصة دي اسمها أودري بن، وترجمتها وحكيتها لكم دلوقتي نرمين مجدي. مع السلامة.